اوكي، تعالى نتكلم عن اللي حصل لعرض الرو بالتفصيل ونحكي كل حاجه واخبار جديده وكل حاجه عن عرض الرو ده واللي حماسي جدا وكان احسن كمان من ريسلمانيا. تعال نشوف اللي هيحصل مع جون سينا وكمان اللي حصل مع سيس فريكن رولينز وبول هيمن ورومان رينز وسي ام بانك والبناء الجديد الجامد جدا لباكلاش. 36 dates and I'm gone. When that hits 0, professional wrestling timeline stops. Shit. RKO! تعال نتكلم كده عن اللي قاله جون سينا في عرض الرو. دخل الجريتست اول تايم جون سينا بالدخله الهيبه، الدخله السوداء اللي دخل بقى في ريسلمانيا واللقب على ظهره، وكان في جمدان في الشخصيه حرفيا. دخل سينا وما عجبوش التقديم اللي المقدم بيقدمه، فناداله واداله ورقه وقال المقدم رحبوا معايا وانا بعتذر جدا لان انا كلامي كان فيه قله قيمه، فرحبوا معايا بالجريتست اوف اول تايم بطل العالم 17 مرة. رحبوا معايا بجون سينا. بعد ما مسك مايك جون سينا وقال الناجحين هم اللي بيكتبوا التاريخ، وانتوا فاكرين ان انتوا لما تتنمروا عليها في يوم الجمعة وتيجي دلوقتي تشوفوا اللقب معايا وعلى صدري فاكريني هسامحكم؟ لا 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 لا، الامور ما بتمشيش كده. الراجل ده انت بتعمل كده مع مراتك؟ مستحيل. انتوا ما بتعملوش كلام مع اولادكم، انتوا كلكم مدينين ليا باعتذار دلوقتي. بعدها فجأة لقينا الجمهور كله بيقول وي ار سوري وي ار سوري، اللي هو ايه ده؟ الجمهور بيعتذر بجد؟ ايه ده؟ ايه يا جريت اوف اول تايم يا عم؟ في يا عم ايه العظمه دي؟ انت عملتها ازاي دي؟ ده انت هيل. لا بصراحه البرومو كان جامد. بعدها سينا قال انتوا عارفين يا جماعه مفيش حاجة مهمة بالنسبة لي، انتم مش مهمين بالنسبة لي، وانا انتم ما تحملوش اي قيمة بالنسبة لي. المهم هو الرقم ده 36 ظهور. ده اللي انا قلته من اول السنة، قلت ان هيكون ليا 36 ظهور، بعدها مش هكون موجود. يا جماعة الوقت بيجري، تعالوا كده نشوف عدى قد ايه. Netflix debut. Indianapolis, Toronto, London, Brussels, Glasgow, Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas. باقي 27 ظهور، مش ماتشات. انا كل اللي عليا ان انا اظهر بس. وبعد 27 ظهور لما الرقم يوصل لصفر مصارعة المحترفين هتنتهي. انا همشي وهاخد اللقب ده وعارف ان هم هيعملوا لقب تاني، لكن انا هفضل اخر بطل حقيقي. بعدها جون سينا بيلف بنلاقي راندي اورتن بيعملوا ار كي او، وبيرجع راندي اورتن عشان نشوف كلاسيكو المصارعة مرة تانية لو بطريقة مختلفة. جون سينا هو اللي هيل وراندي اورتن هو اللي فيس، والجمدان بيتقدم. اللي كان مش متحمس دلوقتي بقى متحمس مليار في المية. ناس رجعت عشان تتفرج على المصارعة بسبب الموضوع ده، ناس كتير اتكلمت، ناس بتاعت كورة، كل حاجة، كل الناس اتكلمت على الموضوع ده. الكلاسيكو رجع مرة تانية وبشكل مختلف والحماس جامد جدا، والمباراة دي هتكون موجودة أكيد حماس 1000 حرفيا. فأنا بصراحة مبسوط جدا. العرض بتاع الروم امبارح أصلا كان تاريخي بمعنى الكلمة يعني حرفيا. ده غير إن الروك طلع في برنامج بات مكافي لما كده إن في حد بعت له وقال له إن روحه جاهزة لو هو عاوز يسيطر عليها وإن هو موجود في أي وقت. والروك قال إن هو الراجل ده بيحبه جدا وإن هو سوبرمان الشركة،
سوبرمان الشركة كودي رودز. انا كنت قال ليوسف صاحبي ان ممكن كودي رودز بعد اللي حصل ده انه خسر، بعد ما جون سينا قال لكودي رودز انه هيخسر بسبب انه هو واقف معاهم وبسبب انه الجمهور هتف ضد كودي رودز، وجون سينا قال له هم دول اللي انت واقف عشانهم، وده اللي ممكن يخلي كودي رودز يتحول هيلو. وهل هيبيع روحه للروك في الاخر؟ ده اللي هنشوفه. انا بصراحة متوقع الموضوع ده، متوقعه من قبل ما اشوف كلام الروك، وكلام الروك بيأكد لي الكلام ده كله، وانا متحمس جدا. روك كلامه عن كودي رودز ما وقفش لحد هنا. روك قاعد يقول ان هو شايف ان حته تحول كودي دي لازما يعني ايه تكون مش بس بسبب يعني لا عداوه على اللقب، لازم تكون بسبب الحاجات اللي هتحصل له اللي هيتأثر بها من الجمهور الكلام ده. فانا منتظر جدا الروك يشارك في بناء باكلاش. العرض عظيم بصراحه، العرض بتاع الرو عظيم، والبناء بدايته تحفة، تاريخ حرفيا. البناء بدايته كانت تاريخية، وانا حاسس ان الروك هيعمل عظمة الفترة الجاية. تعال بقى نركز على حاجة تانية، على الحدث الرئيسي اللي حصل. دخل سيس فريكر رولينز معاه بول هيمان، ومسك المايك بطريقة رومان رينز كده، وقال انا الريفولوشنير، انا سيس فريكر رولينز، انا اللي كسبت الحدث الرئيسي في ريسلمانيا، انا اللي خدت الرجل الحكيم من رومان رينز، انا اللي سرقت افضل صديق عند سي ام بانك. وبعدها قطعوا سي ام بانك ودخلوا هجموا على بعض، وبعد ما سي ام بانك دمر سيس رولينز راح يهجم على بول هيمان، لكن سيس رولينز قام ومنعه. بعدها دقت موسيقى رومان رينز. انت متخيل رومان رينز دخل عمل سبير جامد جدا، وكان في جمدان جدا، وبص لبول هيمان وعمل له سوبرمان بانش، وكانت لحظه جامده جدا. انا انصدمت حرفيا لما شفت رومان رينز دخل كده. ايه ده، رومان رينز رجع؟ ايه ده ما قعدش يوم حتى، ده ما كملش 24 ساعه. ايه ده يا عم، في ايه؟ لا جمدان يا عم رومان. ولا وكان كان فورمه عاليه والمزاج عالي النهارده، وكان كل حاجه تمام. بعد ما رومان رينز عمل سوبرمان بانش على بول هيمن استعد عشان يعمل له سبير، لكن لقينا فجاه في حد عمل له سبير وهو برون بريكر. يعني لا 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 لا, لا مش ممكن على الحماس والدرجه بتاعت الحماس اللي حصلت. لا انا كنت حرفيا بقول ايه ده رسل مني. انا كنت بتفرج على سماك داون والروم امبارح، انا عارف ده ما لا ايه اللي حصل ده. برون بريكر وقف وبص سيس رولينز، وفجأة لقيناه بيجري عليه لكنه بيعمل سبير لسي ام بانك، وبينضم لسيس فريكر رولينز وبول هيمان. جمدان تاريخي، جمدان حرفيا 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 حرفيا. الفريق ده عظيم، وانا حاسس ان لسه قصة ان الروك يكون مع سيس رولينز وبول هيمان مستمرة. لو تلاحظوا ان جون سينا قاعد ينشر صور لبرون بريكر عنده على الانستجرام، وسيس رولينز نشر عنده على الانستجرام صورة جون سينا وهو بيحضن كودي رودز في الاليميشن تشامبر وبعدها بيخونه. فلا، في ربط الاحداث، في حاجة غامضة بتحصل، وجمدان بيقرب حرفيا. انا كنت متوقع ان بول هيمان يروح مع برون بريكر، لكن ما توقعتش خالص ان يبقوا الثلاثة مع بعض، وممكن نشوف كمان معاهم الروك وسينا. وهل ممكن كمان نشوف معاهم كودي؟ انا مش عارف، لا بجد في جنون، الواحد بقتش عارف في ايه. عندنا دلوقتي مباراتين حماسيين جدا في باكلاش، مباراة سينا وراندي اورتن، ومباراة برون بريكر وسيس فريكر رولينز ورومان رينز وسي ام بانك. المباراة لحد دلوقتي يعني جامدة، المباراة دي بنسبة 99% هتحصل. مباراة جامدة وتاريخية جدا جدا جدا. انا مش متخيل اللي بيحصل ده يا جماعة. معقول اللي بيحصل ده؟ سينا هيلعب مع راندي اورتن ومباراة تكتيم زي دي؟ لا البناء بادئ بحماس جامد جدا. ده كأن تريبل اتش بيقول مفيش وقت نضيعه في الهتافات تفاهة والكلام ده، هنخش سخنين. انا هعوضكم عن ريسل مانيا. انت في ايه يا جدع؟ لا بجد والله انت بتعمل عروض احسن من ريسل مانيا في العروض الاسبوعيه. لا بجد ايه ده، بجد حاجه تاريخيه حصلت النهارده بصراحه. العرض ده تاريخي جدا جدا، وانا متحمس جدا، ولسه بتوقع ان سيث رولينز والروك وبول هيمان وبرون بريكر وسين هيكونوا مع بعض اكيد في فريق، اكيد. انا حاسس ده، انا يعني عندي يقين ان الشكل ده اللي هيحصل. وهل ممكن كودي كمان يبيع روحه للروك بعد اللي شافه
بعد ما خسر اللقب ولقى ان فعلا وقفته مع الجمهور ملهاش فايده ولا لا. فانا بصراحه متحمس ومش قادر اتكلم بصراحه، حاجه لا توصف على العقل. حتى المباراه اللي احنا شايفينها دي، مباراه سينا وراندي اورتن، ومباراه التاج تيم بتاعت سي ام بانك ورومان رينز وسيث رولينز وبرون بريكر، المباراتين دول مش متوقعهم 100%. محدش يقدر يأكد ان ده هيكسب او ده هيكسب. حتى لو اي حد كسب من الجهتين محدش هيزعل. لو سينا كسب محدش هيزعل، لو راندي اورتن محدش هيزعل، لو رومان رينز وسين بانك كسب محدش هيزعل، لو سيس رولينز وبرون بريكر كسب محدش هيزعل. حرفيا جمدان، بناء بادئ بأداء عظيمه. لكن انا متاكد ان في خازوق جاي من تربل اتش، هو مستحيل يمشي الحاجه الاخيره كده بسلكان كده. لكن انا متحمس جدا وما كذبتش لما قلت ان انا متحمس لعرض الرو في فيديو امبارح. انا متحمس وعند الحماس ليفل توب التوب التوب التوب. واتفرجوا بقى على بداية الحقبة بتاعت سينا بدأت عاملة ازاي. جمدان حرفيا من الناحيتين. انا مستنظر فعلا باكلاش ريسلمانيا ده هيبقى عظيم عظيم عظيم. كمان تم الاعلان ان عرض سيرفايرا سيريس هيكون رجع عادي ومفيش فيه مباراة الوور جيمز اللي بقفصين وكده كنوع كالتغيير. وبصراحة انا مبسوط لان انا ما بحبش النوع ده قوي من المباريات بتاعت الوور جيمز. لو متحمس زي انزل تقول لي تحت في التعليقات. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشوف القناه وتنزل لي تحت في التعليقات. هل متوقع سينا، كودي، سيس رولينز، بول هيمن، برون بريكر يكونوا مع بعض كلهم مع الروك؟ انزل قول لي تحت في التعليقات توقعاتك للايام الجايه، وهل متحمس للكلاسيكو مره تانية ولا لا. وبس كده، سلام.